السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا بنات بقى، النهارده عملت البيتزا. بصوا طريقة جميلة جدا وسهلة. تعالوا مع بعض اقول لكم هنعملها ازاي. انا هستخدم 4 كوبايات دي بس اللي انا استخدمتهم الاول. بس الان نسمي كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وتعالوا مع بعض هنعملها ايه طرق سهل جدا. حطيت 4 كوبايات دي اللي انا استخدمتهم. كده بقى هندخل الدقيق واقول لكم بقى من الحاجات اللي انا هحطه ايه على الدقيق تاني. كده هرش حبة ملح كده، حبة ربع المعلقة كده، وحطيت معلقة خميرة، وحطيت شيف كيك حطيت ربع المعلقة، وحطيت ربع المعلقة بردك سكر. كده بقى قلبت كله كده ببعضه، وحطي ايه معلقتين خل. طبعا الخل في المخبوزات بيبقى تحفة جدا. دي كده حطيت كوباية مية. هما ال4 كوبايات دقيق خدوا مني كوباية وربع مية بالظبط. في دي مش بسوائل كتير، في دي مش بسوائل كتير. اللي معايا دي ده كان حلو مش بسوائل كتير. كده بقى احط ايه 3 معالق زيت. وكده بقى هلم ايه العجينة ايه بالزيت اللي انا حطيته. بصوا كده بقى العجينه بقى خلاص بقى هسيبها ايه تستريح كده ربع ساعه، وبعد كده اوريكم هنعمل ايه تاني فيها. كده بعد ربع ساعه بصوا بسم الله ما شاء الله خمرت ازاي. كده بقى احطها على جنب. وكده بقى همسك ايه اللي كده احط في الصاج الكبير ده واحط في الصينيه. احط مثلا ايه الاول حبه زيت صغيرين كده وايه وامشي عليهم كده بالفرشه. كده انا مش هفرد العجينه، انا احط في الصاج على طول، افردها في الصاج على طول. يعني بسم الله ما شاء الله من 4 كوبايات دقيق عملوا لنا صينيتين كبار حلوين بيتزا. صاج كبير وصينيه. كده بقى هفردها كويس. كده بعد ما فردتهم خلاص العجينه بالشوكه بقى كده، ولازم اعمل كده في الشوكه فيهم. انا حطيت لها صوص بتاعها كاتشب. انا حطيت كاتشب، كان عندي كاتشب وحطيت كاتشب. عايزه تعملي ليها الصوص بتاعها عادي تعمليها. بس انا فعلا بحب الكاتشب بيبقى طعمها حلو قوي فيها. طبعا بقى زي ما انت عايزه بقى الحشو ده بقى زي ما انت عايزه بقى اللي انت عايزاه عندك حطيه موجود. طلعيه حطيه. انا عملتها بالتونه وحطيت لها بس جبنه موزاريلا. بس انت بقى تعمليها بالجبن، تعمليها بالفراخ باللحمه اللي انت عايزه تعملي فيها اعمليها. بس طبعا كل واحد ايه ما يحب. انا عملتها بالتونه كانت تحفه جدا. احنا فعلا بنحبها بالتونه حلوه قوي. بس العجينه كانت تحفه جدا، طريه جدا، كانت عامله زي السفنجه كده، وانا ماسكاها في ايدي كانت تحفه. كده بقى احط لها جبنه موزاريلا كده بس. وما احطش، انا ما بحبش الجبن عليها كتير. انت بقى بتحبي الجبن كتير كتري بقى. كل واحد زي ما يحب. احنا عملنا الاساس العجينه بتاعتها، وكل حشوه بقى زي ما انت ايه عايزه تحطيها. انا مشغله الفرن على 180. هتقعد في الفرن 10 دقايق بالظبط. البيتزا بتقعد 10 دقايق بالظبط.
واول ما تطلعي تحطي اللي فيها خله وتشوفيها طلعت خلاص دي كده ما فيهاش حاجه كده خلاص، ما فيهاش عجينه خلاص كده استوت. 10 دقايق بالظبط بتقعد في الفرن. وبعد 10 دقايق سبتها بس 10 دقايق تسيحي كده، وبعد كده ايه قطعتها. بصوا كانت تحفه جدا. بصوا العجينه، بصوا ما تقوليش بقى ايه هنشتريها من بره ولا ايه، لا تحفه. بعمل كده حاجتي ببيتي بايد بقى تحفه جدا وطعمها احلى من اللي بره. بصوا يا بنات، كل بنت تتعلم كده وتعمل في بيتها، ما تشتريش اي حاجه.